السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواننا الكرام جميعا، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي الفعل وفي العمل. في يوم جديد مع حلقة جديدة في برنامجنا دردش مباشر، إن شاء الله يكون كل الأمور تمام. وبحب أرحب بكل من التحق بنا كل باسمه ورسمه، وأتمنى يا إخواننا الأحبة كل الموجودين معانا على السمع يعملوا إعجاب واشتراك في القناة. وموضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الأسرار المخفية في مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه هنا قربلاء أرض الخيانة. متعود معاكم إخواننا الأحبة بارك الله فيكم إن أنا بقدم المواضيع يمكن بصورة سهلة وسلسة، بنطرح معاها الأدلة والبراهين. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يهدي بها، ولا يهمك أخونا الحبيب حفيد الحسن ابن علي رضي الله عنهما. ونتشرف بكل الإخوة الذين معنا في البث المباشر أو الذين يتابعون بعد البث المباشر. فنسأل الله الإخلاص لنا ولكم جميعا. إن شاء الله إخواننا الأحبة بارك الله فيكم، النهاردة هنتناول القضية الكبرى التي يعني ما يتباكى عليها الشيعة الاثنى عشرية ليل نهار. أنا أقول بلا شك أن الشيعة تحب أهل البيت، وليس هناك من إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يكره أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيعة للأسف يعني أهل البيت كل اللي عندهم فقط هم 12 فقط، وده الفرق ما بيننا وما بينهم. احنا عندنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمئات بل بالآلاف إلى يومنا هذا، وهم اختصروا أهل بيت النبوة في 12 فقط. طرحنا أسئلة مشروعة منذ بداية حلقات الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وسلسلة كاملة بأدلة عقلية وبأدلة نقلية. من الذي خان الحسين؟ من الذي أرسل الحسين؟ هل قام الحسين بثورة؟ هل كان خروج الحسين وبقاء علي أيهما فيه عزة للدين؟ أسئلة كتيرة جدا طرحت في هذا الباب. الغرض من المجموعة أو الموسوعة أو هذه السلسلة إخواننا الأحبة بارك الله فيكم إن إحنا أخذنا الأمور خطوة بخطوة. ممكن أنا قلت للإخوة ما تستعجلوش المواضيع، مش عايزين نجري بالمواضيع، إحنا عايزين نفهم الطرف الشيعي الاثنى عشري. هي دي الحقيقة التي أنت ترفضها عقلا لأنك تربيت على غيرها. يمكن تحدث معي أحد الشيعة منذ أيام وقال لي يا أستاذ أشرف، على فكرة العاطفة تغلب على الشيعة الاثنى عشرية في موضوع الحسين. تخيل الإنسان منذ الصغر عمال يفكر بس الذين قتلوا الحسين هم النواصب والسنة أعداء أهل البيت وكذا وكذا وكذا. طيب، حتى إن العقلية الشيعية تقول لك وماذا قدم السنة لنصرة الحسين؟ طب وماذا قدمت الشيعة لنصرة الحسين؟ يعني ما الذي أنتم فعلتوه كالشيعة لنصرة الحسين؟ شعارات يا لثارات الحسين، ولسه هنتكلم عن حلقة كاملة اسمها يا لثارات الحسين. كذلك اخواننا الأحبة بارك الله فيكم، انتم مش فاهمين انتم عايزين ايه. ولما سألنا السؤال المشروع كيف بمقتل الحسين أعز الدين، محدش عارف يرد، حتى انتم حافظين طلعتم مش فاهمين. يعني لما تيجي تسأل كده حتى السيد يقول لك ولولا مقتل الحسين، يعني واحد كاتب لي في التعليقات ولولا مقتل الحسين ما بقى الأذان. والاقي واحد يرد مثلا في كتب الشيعة يقول لك لولا سكوت علي يوم ضربت زوجته ما بقى لا اله الا الله. وانتوا عشان لازم تظلموا عشان يبقى لا اله الا الله؟ باقي لا اله الا الله الى ان تقوم الساعه، بدون المظلوميات اللي انتوا قايمين بيها. هي باقيه الى ان يقوم الساعه، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. والدليل على ذلك قدمناه في الحلقات الماضية أن مقتل الحسين لم يزيد الدين شيء أو يقلل من الدين شيء. ده بالنسبة للرد على الشيعة. طب النهاردة هنتحدث إخواننا الأحبة بارك الله فيكم عن مقتل الحسين،
ومن الذي قتل الحسين بأدلة وببراهين وبكتب، وأرجو الالتزام بموضوع الحلقة، لأني لما بنركز مع الضيوف إخواننا الأحبة في مواضيع الحلقة سواء على التكست أو على الاتصالات بيكون هام جدا لكل من أراد الاستفادة. لذلك إخواننا الأحبة تعالوا نبدأ. نزل الحسين أرض كربلاء، الأرض التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث القارورة، أنه بكى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة التي يقتل فيها سيد الشهداء أو سيد شباب أهل الجنة الحسين ابن علي رضي الله عنهما. فوجد الخيانة التي تحدثنا عنها في حلقة هؤلاء خانوا الحسين. فماذا فعل الحسين؟ تعالوا بقى نخش في الروايات والأدلة والوثائق إخواننا الأحبة بارك الله فيكم، لنبين من الذين باشروا قتل الحسين وماذا قال فيهم أهل البيت، وهل ليزيد يد في مقتل الحسين أم لا. حقائق ستقدم، ثم بعد ذلك لنا ولكم إن شاء الله تعالى هيكون الحكم والتعليق. الأحبة الكرام، نبدأ من كتاب أعلام الورى. أعلام الورى يقول فيه الطبرسي: ثم عندما وجد الحسين الخذلان تمام والتقى به الجيش وتمت الحرب، ثم رفع الحسين عليه السلام يده وقال: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقة واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضع الولاء عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. هنا يتحدث الحسين عن من خانوا من شيعته، وجاء أيضا نفس الكلام في كتاب الإرشاد للمفيد في الجزء الثاني صفحة 110 و111 نفس الدعاء أهو. يأتي صاحب مستدرك سفينة البحار إخواننا الأحبة. ماذا يقول صاحب مستدرك سفينة البحار بارك الله فيكم للشهرودي؟ يقول هنا الذين باشروا القتل بقى. أول حاجة الشمر، يتحدث عنه الشمر بن ذي الجوشن عليه ألوف لعنة، يعني عليه ألف لعنة، يعني يتحدث عنه إخواننا الأحبة بارك الله فيكم. تمام. لسه الاتصالات مش دلوقتي يا أحبة بارك الله فيكم. تولد من الزنا وكان يوم صفين في جيش أمير المؤمنين. يبقى أول الذي قتل الحسين وقطع رأس الحسين الشمر كان من شيعة أمير المؤمنين يوم صفين. طب ما هيجي واحد ذكي يقول لي يا عم أشرف لا وليس من شيعته وكان في جيشه. مش الأمير المؤمنين عندكم الروايات إنهم يعلمون ما في بطون أو في القلوب أو في البطون، أو يعلمون هذه الأمور؟ يعني الأئمة عندهم من العلم والمعرفة إنهم يعرفون الرجل بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. أقول لك طب إزاي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعني ارتضى أن يكون هذا من شيعته وأن يكون من جيشه وهو يعلم أنه قاتل ابنه؟ يعني علي يعلم أن هذا سيقتل ابنه في معتقد الشيعة الاثنى عشرية ده، لأن الشيعة عندهم الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. وده أول شخصية معانا النهاردة إخواننا الأحبة بارك الله فيكم. نخش بعد كده على الشخصية الثانية ونتحدث عن الذين باشروا قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله. هنا إخواننا الأحبة نكمل كتاب مستدركات علم الرجال ماشي للشهرودي، يتحدث فيه أيضا عن شمر بن الجوشن، وفي صفحة 220 في الجزء الرابع إنه كان من جيش أمير المؤمنين عليه السلام. ممتاز. نكمل مع بعض. معجم رجال الحديث للخوئي أيضا يتحدث عن عبيد الله بن زياد وقال من أصحاب علي عليه السلام، يعني عبيد الله بن زياد حتى كان من أصحاب علي عليه السلام. وعلى فكرة هناك آلاف الأحاديث والثقة في كتب الشيعة بقولهم من أصحاب علي أو من أصحاب الإمام أو من أصحاب الباقر أو من أصحاب الصادق. يوثق الرجل لمجرد الصحبة، فهل هذا الرجل عندكم يوثق حتى يقول من الغريب ذكر الشيخ هذا الخبيث في كتابه؟ فلعنة الله عليه وعلى من أمره وعلى من أطاعه في قتل الحسين عليه السلام. نكمل إخواننا الأحبة. هنا بقى القصة في الإرشاد المفيد في الجزء الثاني صفحة 112.
قصة مقتل الحسين. ونادى شمر ابن ذي الجوش الفرسان والرجال فقالوا ويحكم ماذا تنتظرون بالرجل، ثكلتكم أمهاتكم. فحمل عليه من كل جانب، فضربه زرعة ابن شريك على كفه اليسرى فقطعها، وضربوا آخر منهم على عاتقه فكب منها لوجهه، وطعنوا سنان ابن أنس بالرمح فصرعه. ويدور إلى خولي ابن يزيد الأصبحي لعنة الله أو لعنه الله، فنزل ليكتز رأسه فأرعد، فقال له شمر فت الله في عضدك ما لك ترتعد، يعني جه يقطع راسه ارتعش. تمام. ونزل الشمر إليه فذبحه ثم دفع رأسه إلى خولي ابن يزيد احمله إلى الأمير عمر بن سعد، ثم أقبلوا على سلب الحسين عليه السلام، فأخذ بقميصه إسحاق ابن حياة الحضرمي، وأخذ سراويله أبجر ابن كعب، وأخذ عمامته أخنس ابن مريد أو مرئيد، وأخذ سيفه رجل من بني ضرام. وانتبهوا رحلة وأبله وإثقاله وسلبوا نساءه. تمام. هنا المفروض وانتبهوا، هنا انتهبوا رحله وإبله وأثقاله وسلبوا نساءه. يبقى دول الذين باشروا إخواننا الأحبة بارك الله فيكم قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. شمر ومن اجتز الرأس والشمر، والذي شريك هذا قطع الكف، إلى آخر الكلام في كتاب الإرشاد للمفيد. في نفس المهموم حتى يقول هنا عن زيد بن موسى بن جعفر عن أبي عن أبائه: خطبت فاطمة الصغرى بعد أن ردت من قربلاء فقالت، طبعا هنا بتدعي بقى على الشيعة اختصارا للوقت إخواننا الأحبة، دعت على من دعوه للوصية ومن يعني هم خانوا العهود، وتقول على شيعة الكوفة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير زحل ولا تراث. اللهم إني أعوذ بك من افترى عليك الكذب، وأنا أقول خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصية علي بن أبي طالب المسلوب حقه المقتول من غير ذنب، كما قتل ولده بالأمس في بيت من بيوت الله، وبها معشر مسلمة بألسنتهم تعسا لرؤوسهم، ما رفعت عنه ضميما في حياته ولا عند مماته، حتى قبضت إليك محمودا، إلى آخر الكلام. تدعي على الذين دعوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه للنصرة، والذين خذلوه تقول هذا الكلام. طيب، إذا لما نقول هؤلاء الذين باشروا بقتل الحسين، لماذا يلام إلى يومنا هذا غير الشيعة الاثنى عشرية في قصة مقتل الحسين؟ يعني عندما قتل ابن ملجم الإمام علي رضي الله عنه وارضاه، هل أخذ الثأر من بلاد فارس كاملة عندكم؟ يعني الشيعة كده تقول لعن الله أمة قتلك للإمام علي بن أبي طالب، وتقولون يا لثارات علي؟ لا 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 لا، ما تقدروش تقولوا الكلام ده، لأن المؤسسين لهذا الدين هم أجدادكم، يعني من أحفاد ابن ملجم. أنا عايزك تفكر بالعقل. هو ليه أنا لما جه في مقتل علي بن أبي طالب تم القصاص فقط من قاتل علي، ولم تقولوا يا لثارات علي؟ ها؟ ليه القصة يعني؟ ايه اللي اختلف في الفكر الشيعي الاثنى عشر؟ ممكن افهم ما الذي اختلف في الفكر الشيعي الاثنى عشر؟ وانا بربط الاحداث اخواننا الاحبة عشان اعرفكم كم التناقض في هذا الفكر الموروث عند الشيعة الاثنى عشرية. تمام؟ يعني في قضية ابن ملجم وقتله للإمام علي قالوا بالقصاص فقط من ابن ملجم، ولم يقولوا لعن الله أمة قتلك في الإمام علي، ولم يقولوا يا لثارات علي. ليه؟ لأنه فارسي الأصل، إيراني الأصل،
فالعلماء المراجع الفرس والمراجع اللي هم أسسوا لكم هذا المعتقد من أساس الدولة البويهية، أساسها بلاد فارس أيضا، ما قالوش ليه يعني هذا الكلام؟ هذا سؤال يوجه إلى العقلاء من الشيعة الاثنى عشرية. تعالوا نشوف إخواننا الأحبة أيضا بارك الله فيكم، هنا في كتاب نفس المهموم أيضا يتحدث فيه عن موضوع قتل الحسين. حتى عن زيد بن موسى هنا قلنا الخطبة في صفحة 293 يقول: وكان معهم زيد وعمر ولد الحسن الصبط، فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون، فقال علي بن الحسين: أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ صحيح انتوا بتبقوا على ايه؟ اذا كان انتوا اللي قتلتوا، انتوا اللي دعوتونا وقتلتونا. حتى هنا يروي في روايه اخرى: جعل نساء الكوفه يبكن ويندبن، فسمعت علي بن الحسين وهو يقول بصوت ضئيل: قد نهكته العله في عنقه الجامعه ويده مغلوله الى عنقه، ان هؤلاء النسوه يبكين فمن قتلنا؟ من قتلنا؟ وطبعا القصص قدامكم اخواننا الاحبه، والمصادر نفس الكلام اللي هي بتتحدث فيها عن مقتل الحسين، نفس الكلام في دعوتهم على أهل الكوفة من الذين راسلوا الحسين، ثم بعد ذلك غدروا به. حتى لا أطيل عليكم، وادي مصدر آخر من كتاب الاحتجاج، حتى يقولوا هنا: أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والخذل والمكر، ألا فلا راقة العبرة ولا هدأة الزفرة، إن مثلكم كمثل الذي نفضت غزلها بعد كذا، إلى آخر الكلام. اخواننا الأحبة طبعا يدعي على شيعة الكوفة، كتاب الاحتجاج جزء 2 صفحة 26. شيعة هل تقرأ هذه الكتب؟ ها؟ هل تقرأ هذه الكتب؟ لا تقرأ هذه الكتب. تمام؟ هنا أيضا: يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، إلى آخر الكلام، عشان ما اختصر عليكم بالمصادر اخواننا الأحبة، المصدر تلو الآخر بارك الله فيكم. وكتاب تظلم الزهراء نفس المهموم نفس الكلام. تمام. وخطبت أم كلثوم: يا أهل الكوفة سوءة لكم، ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وانتهبتم أمواله ورثتموه. من أهل الكوفة هنا اللي بتتحدث عنهم في كتاب مقتل الحسين؟ أليس هم الذين ذكرناهم في الحلقات السابقة إخواننا الكرام بارك الله فيكم؟ هم الذين دعوا الحسين للنصرة، وهم الذين غادروا بالحسين رضي الله عنه وارضاه، وهم الذين سلموا الحسين للقتل. عشان كده كان لي سؤال جوهري في الحلقات السابقة: هل الذي يعني أشد كفرا والذي سلم، الخائن الذي سلم للقتل، أم الذي باشر القتل؟ ها؟ مين فيهم أكتر خيانة؟ مين فيهم أكتر نفاق؟ وسبحان الله، يعني انتوا عارفين الحقيقة، وانا واثق انكم انتوا عارفين الحقيقة، بس انتوا للأسف ما عندكوش يعني الا الكره والبغض للمخالف فقط. يا لثارات الحسين، هتاخدوا من مين الصقر ان شاء الله؟ تروح تجيبوا الشمر ولا هتجيبوا؟ والمش مصيبة بقى الكبرى اخواننا الاحبة، ان المهدي محمد بن الحسن العسكري عندهم لما يظهر هيروح يجيب ابو بكر وعمر وعائشة ويصلبهم. ما شفتوش انا في الروايات ان هيروح يجيب الشمر بن جوشن وعبيد الله بن زياد ويصلبهم ويقتلهم ويقتص للحسين. اكبر مصيبة عندكم انتم مقتل الحسين. يخرج المهدي يروح يقتل ابو بكر وعمر وعثمان، يعني يطلعهم من قبورهم ويقيموا عليهم الحدود، وهم المؤمنين وعائشة في الفكر الشيعي الاثنى عشر. طب والذين قتلوا الحسين مش هيعمل معاهم حاجة؟ بالله عليكم فكروا بس. طيب هل يزيد بقى؟ هنا شفنا الموضوع والقصة يا اخواننا الاحبة. تمام. هل يزيد ابن علي، وهذا من كتب الشيعة الاثنى عشرية، يد في مقتل الحسين؟ وهل كان هو أمر بقتل الحسين؟ نجد أن المرويات إخواننا الأحبة بارك الله فيكم في كتب القوم، في كتب الشيعة نفسها، تتحدث أن
يزيد ليس له دور. ولكن قبل ما اروح للموضوع ده، اخواننا الاحبه بارك الله فيكم، يعني حتى الائمه قالوا ان اهل الكوفه اشتهروا بالخيانه والغدر ونقض العهد، تمام؟ ولا بد عدم تجاهل دور مجيء ابن زياد الى السلطه واحكام القبض على المدينه وقسوته على الناس. يعني معروف عنهم الغدر والخيانه، والامام يعلم عنهم الغدر والخيانه، وبالرغم من ذلك صدقهم وذهب ليأخذ البيعة ليحكم الكوفة. طيب، وطبعا لما سألنا السؤال من أهل الكوفة قتل مع الحسين ووقف بجواره في يوم الطف، ما ردوش الشيعة الاثنى عشرية في هذا الشأن. طبعا أنا عندي كانت أدلة كتيرة ممكن أتكلم فيها، ولكن أنا عارف إن الشيعة الاثنى عشرية عادة عايزة تراجع كتاب اسمه تاريخ الكوفة للمؤرخ الشهير السيد حسين بن السيد أحمد البراكي النجفي، وراجعوا الكتاب ده كويس، هتلاقوا مصائب كبرى يعني عن ما حدث للحسين ابن علي. طيب، حتى يقول فضل الله، تعالوا نشوف كده ماذا يقول فضل الله إخواننا الأحبة هنا في الكتاب. يقول فضل الله أن الشيعة هم قتلة الحسين، وده جه صفحة 19 و20 في كتاب فضل الله ورأيه في عاصفة، تمام؟ فقال الشيعة هم الذين قتلوا الحسين عليه السلام. ده كلام فضل الله، والمرجع الشيعي محمد حسين فضل الله، تمام؟ حتى في كتاب المستجاد من كتاب الإرشاد يقول: ثم لم تطل المدة بهم حتى نكثوا بيعته وخذلوه وأسلموه، فقتل بينهم ولم يمنعوه، وخرجوا إلى حرب الحسين فحصروه ومنعوه المسير إلى بلاد الله، واضطروه إلى حيث لا يجد ناصرا ولا مهربا منه، وحالوا بينه وبين ماء الفرات حتى تمكنوا منه فقتلوه. ده كلام كتاب مجموعة نفيسة في تاريخ الأئمة. الأخ اللي بيطلب بيقول لي يا أشرف يا ريت حط روايات بسند صحيح، دي أقوال علماء يا أستاذنا الفاضل، وأقوال يعترف بها الشيعة قاطبة، تمام؟ حتى هنا يأتي في كتاب اخواننا الاحبه بارك الله فيكم الملحمه الحسينيه للاستاذ مرتضى المطهري في الجزء الثاني يقول: وقلنا ايضا بان مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعه، بل على يد الشيعه. كتابكم اللي بتقول الكلام ده والله يا الشيعه مش كتب، دي مش كتب سنيه، دي كتب شيعيه. في الجزء الاول حتى يقول هنا: ولا ريب ان اهل الكوفه كانوا من شيعه علي بن ابي طالب، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. أهو أدي الكتاب في الجزء الأول في صفحة 129، تمام؟ أيضا في صفحة 189 في كتاب دائرة المعارف الشيعية العامة: الروافض هم الذين بايعوا الحسن عليه السلام ثم نقضوا بيعته، والذين كتبوا إلى الحسين من الكوفة ليبايعوه، والذين بايعوا زيد الشهيد بالكوفة ثم نقضوا بيعته وغدروا عليه، ومنهم الكيسانية. ممتاز. كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد: ولما رأى الحسين نزول العساكر مع عمرو بن سعد إلى آخر الكلام، أو أن يأتي أمير المؤمنين، هنا بيتكلم عن القصة أن سعد ابن عمر ان الحسين طلب العودة او يضع يده في يد يزيد او يترك في هذا الشأن، تمام؟ الكلام هنا لما الحسين رأى الغدر قدامكم على الشاشة في صفحة 87. طيب، في كتاب الإرشاد أصلا في صفحة 122 هنا بقى كلام عن يزيد بن معاوية في الجزء الثاني صفحة 122 يقول: ثم قال: لعن الله ابن مرجانة، أما والله لو إني صاحب أبيك ما سألني خصلة أبدا إلا أعطيته. يتحدث مع علي بن الحسين: ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت، ولكن الله قضى ما رأيت كتابي من المدينة وأن كل حاجة تكون، وتقدم بكسوته وكسوة أهله، وأنفذ معهم في جملة النعمان ابن بشير. هنا يزيد يقول له أنا ماليش يد في مقتل أبوك، ويلعن من قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، تمام؟ وطبعا الكلام طويل إخواننا الأحبة بارك الله فيكم. يقول: حتى لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، أما
لو اتى صاحبه لعفوت ايه عنه. يعني لو الحسين كان جالي والله انا ما كنتش عملت كده، كنت عفوت عنه. يعني ايه اللي وداه هناك الكوفه اساسا في غدر اهل الكوفه؟ تمام. حتى يقول هنا في كتاب نفس المهموم اخواننا الاحبه، ونركز في النص ده كويس عشان بعديه هفتح الاتصالات. يقول في ارسال يزيد حرم الحسين من الشام الى مدينه الرسول صلى الله عليه واله، وذكر ورودهم من المدينه واقامتهم في المآتم مع الحسين، اعلم انه لما اجاز يزيد بن معاويه لبنات الرسول والذريه الطيبه ان ينحني على الحسين عليه السلام ويقمن المآتم عليه، وعد علي بن الحسين عليه السلام ان يقضي له 3 حاجات، فأقام المآتم أياما وقيل 7. فلما كان اليوم الثامن دعاهم يزيد وعرض عليهم المقام بدمشق، أو يعني الإقامة بدمشق، فأبوا ذلك وقالوا بل ردنا إلى المدينة فإنها مهاجر جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. إلى أن يقول قال الشيخ المفيد ولما أراد أن يجزيهم دعا علي بن الحسين عليه السلام فاستحى به، ثم قال لعن الله ابن مرجامة، أما والله إني صاحب أبيك ما سألني خصلة أبدا إلا أعطيته إياها. تمام. ولا دفعت الحتف إيه عنه، وتقدم بكسوته وكسوة أهل. هذا يزيد عامل أهل البيت من كتب الشيعة تلك المعاملة. تمام. حتى يأتي في كتاب كرامات الإمام الحسين نفس الكلام، ويتحدث فيها عن الشمر عندما دخل ويطلب الجائزة ولعنه يزيد ولعن من قتل الحسين. كذلك في كتاب المنتخب للطريحي يتحدث عن نفس الأمر. تمام. حتى يقول كنت أرضى من طغيانكم بدون قتل الإيه الحسين. هنا يزيد بيقول ماشي، يعني ليه قتلت الحسين إلى آخر الكلام. طبعا إخواننا الأحبة بارك الله فيكم، بحاول أوضح معكم بالأدلة السلسة البسيطة حفظكم الله القصة وراء مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ومن الذي باشر القتل، وموقف يزيد. وأنا بقول ليس دفاعا عن يزيد، يزيد موقفه معلوم عند أهل السنة كما سبق الذكر، لا نسبه ولا نحبه، أمر مفروغ منه. ولكن عايز أفهم اليوم، هو سؤال مشروع في الفكر الشيعي الاثنى عشرية، هو موضوع مقتل الحسين والذين قتلوا الحسين. هل يعاقب أمة بمقتل الحسين؟ هل تلعن أمة بمقتل الحسين؟ أنا لا أعلم. الله يقول ولا تزر وازرها وزر أخرى. واحد قتل ابنه يجي يقتلوا عيلته كلها؟ ولا العين بالعين كما ورد في القرآن والسنة؟ فهذا الفكر الشيعي الاثنى عشري لابد أن يفكر جيدا الشيعي. إخواننا الأحبة بارك الله فيكم، فاصل إخواننا الكرام ثم نفتح الاتصالات. فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا، واحمل الرايات كبرا واحتمل حملا ثقيلا. فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا، واحمل الرايات كبرا واحتمل حملا ثقيلا. خذ دمانا نحن من يروي اللواء، من سوانا نحن للدين الفداء. خذ دمانا نحن من يروي اللواء، من سوانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود لكم مرة أخرى إخواننا الأحبة بارك الله فيكم بعد الفاصل. وإن شاء الله تعالى الأرقام ظاهرة أمامكم على الشاشة لاستقبال الاتصالات، وإن شاء الله تكون الحلقة خفيفة عليكم وتناولناها بصورة يمكن سهلة وسلسة بسيطة للرد على الشيعة وتوضيح لعوام الشيعة المساكين القضية الحقيقية وراء الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. الاتصالات متاحة حاليا لفتح الرد من الشيعة الاثنى عشرية. بارك الله فيكم. مرحب بأي متصل لديه تعقيب. حفظكم الله وجزاكم الله كل خير. طيب عشان في أخ فاضل طلب أن يكون لي التعقيب الأول. السلام عليكم. يعني الراجل بيقول عايز أعقب أولا فضلا وليس أمرا. حاضر.
بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا الأعداء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك طلبت في الرسالة انك تكون لك تعقيب اول، وانا عشان كده تواصلت مع حضرتك مباشرة. اتفضل. نعم. اتفضل. مين معايا؟ نعم. اتفضل. اتفضل. معك حسين من البحرين. شيعي ولا سني استاذ حسين؟ أنا شيعي. اتفضل استاذ حسين، ايش تعقيبك ان شاء الله تعالى؟ أنا لدي جواب علمي بسيط، تقدر تجاوبه؟ انت ليك عندك جواب علمي بسيط اقدر اجاوبه؟ ولا سؤال- عندك سؤال. سؤال علمي بسيط تريد جوابه؟ أين أنتم عن نصرة الإمام الحسين صلوات الله عليه؟ ما هي جاوب. النصرة يعني في نظرك للامام الحسين رضي الله عنه وارضاه التي تبحث عنها؟ إي نعم. ما هي النصرة التي تبحث عنها؟ يعني فهمني اكتر. لا، نصرته يعني شلون؟ يعني نصرة الدفاع عنه المقصود شنو يعني؟ يعني كيف ندافع عن شخص استشهد يعني رضي الله عنه وارضاه؟ كيف ندافع عنه؟ لا 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 لا، أنا قصدي أين أنتم عن نصرة الحسين صلوات الله عليه من يوم خرج من مكة؟ أين أنتم؟ مش فاهم والله يعني. جاوب. اين انتم؟ احنا هنا في القرن ال21 حاليا، يعني اين انتم فين؟ يعني فهمني بالله عليك. أنتم ركز لا، يعني. أسلافكم، أنا قصدي أسلافكم يا يعني ايه اسلافكم؟ أجدادكم أنتم. ممتاز. يعني انت ما هي النصرة بقى من الاجداد التي تبحث عنها؟ ما مفهوم النصرة نعم. هنا؟ ما هي مفهوم النصرة؟ ان نلعن قاتليه مثلا؟ النصرة الدفاع عنه، الدفاع عنه. أين عبد الله بن عمر؟ يعني أين معلش يعني. عبد عبد الله بن أين عمر، هم؟ انت حضرتك عبد الله بن عمر لم يخرج تمام اصلا، لماذا لم واعتزل يخرج؟ الفتنة. محمد بن الحنفية ماذا لماذا لم فعل يخرج؟ استاذنا الفاضل؟ رد علي. محمد بن الحنفية ماذا فعل؟ ما أسمع صوت محمد مقطع. بن الحنفية ماذا فعل اخو الحسين؟ محمد بن حنفية كان عنده عذر وكان مريض، هو كان يعني هو لم يمنع الحسين من الخروج؟ والحسين صلوات الله اسمعني بس، عليه الله يصلح أمر حالك. اسمعني بس، محمد بن نعم. الحنفية لم يمنع الحسين من الخروج؟ لا، الحسين صلوات الله عليه منع محمد بن الحنفية من الخروج لأنه كان مريض. ممكن الدليل؟ لا، ما عندي الآن، ما عندي دليل، لكن منعه تقسم لأنه بالله، مريض تقسم وأراد بالله، أن يقتله اسمعني عينا في اسمعني المسجد. تقسم بالله ان يا. الامام الحسين هو الذي منع محمد بن الحنفية، وعندك نص على ذلك؟ اسمع يا شيخ. انا هسمع، بس اقسم لي محمد بالله بن- انه يوجد نص ان الحسين منع محمد بن الحنفية من الخروج، وعندك النص ولكن ليس جاهز به الان. اتفضل. انزين، انا سؤالي الان، عندك نص جاوبني منع بس، جاوبني بس عن سؤالي الاول. عدم خروج عبد الله بن عمر؟ عندك نص يا شيخ؟ عبد الله ليش بن ما عمر خرج عبد الله اصلا بن عمر؟ لأنه عندي كان نعم، يخاف. عندي النصوص ان كان عبد الله بن عمر، يخاف يا شيخ. عندي النصوص ان عبد الله بن عمر طلب من الحسين عدم الخروج إيه، لا، واعتزل أراد هذه أن الفتنة. يصح كذلك شباب أهل اسمعني الجنة. بس، الله يصلح حالك، اسمعني الله يصلح حالك. انت سألت السؤال، ولكن لما تقسم بالله اولا على ما ادعيته كذبا على موضوع ان محمد بن الحنفية ان الامام الحسين، تكذب على الامام انت على فكرة، ومن كذب على الامام متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ان الامام منع لا. محمد لا. بن الحنفية من الخروج، هذا كذب على الامام وتقول على الامام لم يحدث، ولذلك لم تستطيع ان تقسم بالله. حضرتك بتقول اين نصرة اهل السنة للحسين؟ نصرة اهل السنة للحسين يا استاذنا من البحرين ان اهل السنة هم من نقلوا سيرة الحسين، هم من نقلوا احاديث الحسين، هم من نقلوا فضائل الحسين كاملة. هل عندك انت سيرة للحسين دون ان تنقل من اهل السنة؟ اي نعم، مو بس عندي سيرة، عندي فضائل لأهل البيت صلوات الله لا عليهم. انا اتكلم عن الحسين الان. انت عندك انت كتاب. الان تدافع عن يزيد. اسمعني يا استاذنا الفاضل، لا اسمعني. تسبه. يا أستاذ لماذا اسمع. لا تسب يزيد؟ استاذ الفاضل، هو السبب أستاذ قتل الفاضل. الحسين. يا استاذ ركز الله يصلح حالك. نعم. انت قريت النصوص اللي انا قريتها النهارده؟ اطلعت إيه، على قريت النصوص. عندي اشكال ايضا. فضل الله مرجع منحرف. فضل الله فضل الله منحرف. مرجع طب منحرف. حضرتك ما شاء وقد الله. مات، خلاص اتركنا من فضل الله. اصبر بس عليا الله فضل يصلح الله حالك. منحرف. اصبر. فضل الله مرجع منحرف. تمام؟ نعم، عندما منحرف. قال صاحب نعم. كتاب الارشاد للمفيد ان الذين قتلوا الحسين هم شيعته، برضه منحرف؟ لا لا، انا ما عندي مصدر ما انت. نعم، انا بسألك أتكلم عن عندما فضل الله. صاحب فضل كتاب الله الارشاد، منحرف معروف. اسمعني الله يصلح حالك، صاحب كتاب الارشاد عندما قال الذين قتلوا الحسين هم شيعته منحرف ايضا؟ من؟ صاحب كتاب الارشاد اللي أي. انا عرضته على الشاشة وقال ان الذين قتلوا الحسين هم شيعته منحرف ايضا؟
اعرضها الآن على الشاشة، اعرضها على الشاشة. رد عليا، طيب رد عليا، الله يصلح حالك. انا عرضت على لا ما الشاشة. أتذكر، اعرضها على الشاشة امال الحين. حضرتك الحين اعرضها متذكر على ايه؟ الشاشة. امال حضرتك متذكر ايه؟ ها؟ لا ما أتذكر لأن المفيد قال هذا الكلام. اعرضها على الشاشة الحين. طيب أبغى أشوف. ماشي صبرا استاذنا الفاضل. ادي فضل الله. اسف، صاحب الملحمه الحسينيه. خد يا استاذنا على الشاشه اهو، صاحب الملحمه الحسينيه اهو قدامك على الشاشه معروض قدام الجميع. يقول للاستاذ مرتضى المطهري، يقول وقلنا ايضا بان مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعه. تمام، في صفحه 94 على الشاشه في كتاب برضو الملحمه الحسينيه. يقول هنا: ولا ريب في ان اهل الكوفه كانوا من شيعه علي بن ابي طالب، وان الذين قتلوا الحسين هم شيعته. ممتاز. صاحب كتاب دائره المعارف ماشي للحائري يقول: الروافض هم الذين بايعوا الحسن عليه السلام ثم نقضوا بيعته، والذين كتبوا الى الحسين من الكوفه لبيعوه، والذين بايعوا زيد الشهيد بالكوفه ثم نقضوا بيعته وغدروا به عليهم وهم منهم الكيسانيه. كتاب الارشاد للمفيد. تمام. يقول هنا فيه عن قول الحسين بانها اراد العوده. وضحت لك على الشاشه. اتفضل رد. ما حكم نعم هؤلاء نعم. ايضا؟ مو مشكلة، هذه المصادر التي استدلت بها علي راح أراجعهم إن شاء الله، وراح أجيب في يعني البث انت لسه المباشر معلش القادم. لكن استنى أنت اصبر الحين عليا تجاوب. اصبر عليا. انت قلت فضل الله منحرف، والمرتضى هذا منحرف ولا مش منحرف؟ لا هذا مو منحرف. لا انتظر دقيقة واحدة، انتظر. شيخ أنا سألت سؤال من البداية، جاوبتك عليه. لماذا لم تنصروا الحسين أنتم؟ لماذا ما نصرتونا؟ يعني أين تاني ارد أنتم؟ تاني على يعني انت بتكرر في المكرر. ما نسمع صوتك، صوتك يعني يقطع. انا اجابتك عن السؤال ده، يعني انت كنت بتكرره تاني ازاي؟ نعم. لا أنا راح أراجع لأن أشك فيكم، أنا راح أراجع إن شاء الله. طب انا عايز اسالك راجع سؤال هذا بسيط المصدر. قوي بقى. انا ممكن اسالك انا سؤال؟ اسأل سؤال. معلش يعني، عندما هؤلاء الذين ذكرتهم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه وارضاه، عارف اسمائهم طبعا انت وحافظها منذ الصغر. ممتاز. نعم. هل نعم. تلعن امه كامله بمقتل الحسين، ام يلعن الذين قتلوا الحسين فقط؟ من قال لك نحن نلعن أمة كاملة؟ نحن نلعن الذين قتلوا الحسين كيزيد بن معاوية، كعبد الله بن زياد، كالشمر بن ذي الجوشن. ركز بس معايا الله يصلح حالك. من قال لك نلعن أمة؟ امال عندما تقولوا لعنة الله على أمة قتلتك مقصود بها مين؟ أمة قتلتك المقصود بها من أسس أساس الظلم لآل البيت صلوات الله عليهم. مش فاهم يعني ايه؟ من أسس أساس يعني اللي إيه؟ قتلوا الحسين صلوات الله عليه. طب ومن أسسوا لذلك. يعني ابن ملجم هو الذي أسس البداية ولا قتلة الحسين هم البداية؟ لا ليس عبد الله بن ملجم اللي أسس البداية، اللي أسس البداية من هو اغتصب الخلافة. من اغتصب الخلافة يعني هو السبب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هو الذي قتل علي. من عين معاوية واليا على الشام؟ أليس عمر؟ معاوية عين يزيد. خلاص شنو يعني كلهم هم. يعني انت واخد القصه متسلسله، انت واخدين القصه متسلسله، بس ده مش موضوعي برضو الان. نعم. ابن ملجم عندما قتل الامام علي، تمام، رضي الله اول من اسس القتل ابن ملجم ام لا؟ لا من قتل؟ لا امال مين قتل عبد الله بن الامام الملجم علي؟ قضية أخرى يا شيخ. ركز معايا الله يصلح حالك. يعني كيف عبد الله بن ملجم لم يقتل علي؟ عيد سؤالك شيخ، عيد سؤالك، ما سمعت. بقول لك أليس الذي أسس القتل في أهل البيت أولهم عبد الرحمن بن ملجم؟ لا الذي أسس القتل هو من هجم على دار فاطمة كما موجود في صحيح مسلم، هدد دار فاطمة بالحرق. ده موجود في صحيح مسلم؟ ومنعوه بعض الأشخاص ده موجود في صحيح مسلم الكلام ده؟ إيه مكتوب، لأن في أحد الأشخاص منع عمر من أن يحرق الدار. أنت اسمك إيه يا أستاذ؟ أنت اسمك إيه؟ أنت اسمك إيه؟ إن في الدار فاطمة قال وإن عمر بن الخطاب قال هذا الكلام. أنت اسمك إيه؟ أنت اسمك إيه؟ اسمك عشان أعرف أناديك بس، اسمك إيه؟ اسمي حسين من البحرين. يا حسين من البحرين. عندك كم سنة؟ عندي 15 سنة. والله 15 سنة وبتتكلم بكل طلاقة ولباقة كده ما شاء الله. ربنا يديك الصحة يا رب ويهديك للحق.
بس يا حسين عايز افهمك شكراً. حاجه يا حبيبي، انت زي ابني الصغير، راجع معلوماتك، ما فيش في صحيح مسلم الكلام اللي انت بتقوله ده، تمام؟ فان انت بتاخده من شيخ الحسينيين. انا قريت اسمعني شيخ اسمعني شيخ اسمعني انا قريت اسمعني انا اسمعني يا حبيبي، اقرا اسمعني يا الكتب. حبيبي. لا نعم. يوجد في صحيح مسلم الكلام اللي انت بتقوله ان عمر هدد بحرق دار الزهراء، ده مش موجود في صحيح مسلم خالص. اذا طلعت لك في مسلم تتشيع شيخ، تتشيع. اتشيع اذا طلعت لك هذا الدليل انا اتشيع تتشيع. الان على لو. طب واذا ما طلعتوش تترك التشيع؟ لا اي انا راح اترك، انا اذا طلعتك تتشيع لان عمر كان لو سيحكي طلعت لي ذلك. لو طلعت لي من تتشيع؟ صحيح مسلم ان عمر هجم على دار الزهراء من صحيح مسلم انا هتشيع. وحضرتك لو ما لقيتش في صحيح مسلم تتشيع، ان وراح عمر اجيك هجم. في البث القادم. راح لا أجيك دلوقتي راح أجيك. ده فرصه للتشيع، معانا ساعه في البث معاك، فرصه الان للتشيع إن وفرصه شاء لك الله. لترك التشيع. راح لا انا أجيك. مش هسيبك، والله إني مش راح هسيبك أجيك. النهارده. والله راح. لا مش هسيبك النهارده، تمام؟ اتفضل انا معاك دلوقتي واحنا فاتحين اهو التليفون، طلع في صحيح مسلم وانا هفتح كتاب صحيح مسلم قدام الجمهور على الشاشه، هتقول لي برقم الحديث، تمام؟ ونشوف الكلام. بس إن هتتشيع شاء الله. بجد؟ تحلف انك هتتشيع بجد؟ هتترك التشيع بجد؟ تقسم على ذلك؟ انت كذلك تقسم ان اذا جبت لك دليل ان عمر هدد بحرق دار سيدة اقسم نساء بالله لو العالمين اتيت فاطمة بدليل، صلوات الله اقسم عليها بالله اهو تتشيع. اسمع، اقسم بالله لو اتيت بدليل من صحيح مسلم ان عمر هدد بحرق دار الزهراء لا اتشيع، تمام؟ اقسم شيخ انت ترى بالله مو بقى. يعني هذا مشهور هذا اقسم انت بالله بقى، يلا اقسم انت بالله. راح اقول لك مضمون الحديث. لا شيخ. اقسم انت بالله اولا. لا اقسم انت بالله اولا انك لو لم تجد في صحيح قالوا مسلم. لعمر ان اسمع فاطمه اسمع يا قال حسين، اسمع يا وإن حسين، قال عمر. اسمع يا حسين، اسمع نعم. يا ابني. اقسم بالله انك أسمع. اذا لم تجد في صحيح مسلم هذا القول ستترك التشيع، اقسم بالله. انا متاكد وقريته. اقسم طيب، انت والله متاكد؟ اقسم. اني ساتي بهذا الدليل. اقسم طيب، انت والله خايف اني ليه؟ ساتي بهذا الدليل. اقسم انك اذا لم تجد ستترك التشيع، اقسم. لا في الروايه في دليل لان فاطمه اراد اقسم ان يشرب طيب دار فاطمه. يا ابني، اقسم. والله قسمت. ها خلاص. اقسم يلا، قول اقسم بالله اذا لم اجد الروايه أيوه. في صحيح مسلم بان عمر هدد بحرق دار الزهراء ساترك التشيع، اتفضل. انت كذلك ما تقسم انا اذا اقسمت اتيت يا ابني، انا بالدليل اقسمت يا تتشيع. ابني، انا اقسمت اقسم انا. انت ما أقسم. بتسمعش ولا ايه؟ انا اقسمت، اقسم اتفضل انت. ما سمعت. اقسم من جديد اسمع يا شيخ. اقسم بالله لو اتيت بروايه بان عمر هدد بحرق دار الزهراء من كتابه صحيح مسلم سيتشيع، تمام؟ انت بقى اقسم. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اذا هذا الكلام مو موجود في صحيحه مسلم اني ساترك دين التشيع. الله اكبر، ويستانس. الله اكبر، وانا متاكد. الله اكبر، الله متاكد اكبر. موجود في مسلم. امامكم اخواننا وراح الاحبه أجيك بعد اسمعني شوي. بس، انا بقى مستنيك. راح أجيك. انا هلغي البث دلوقتي مع الناس في موضوع مقتل الحسين ومستنيك، يلا. انزين كلام يعني بسيط. عايزينك تعلن ان شاء الله تعالى دلوقتي تشيعك امام الناس، يلا. تترك التشيع اصلا. يلا انا راح اجيك بعدين. راح يلا. اجيك. انا معاك. راح تترك هذا التسنن يا شيخ. راح ماشي، يلا. تتشيع. ماشي، لازم تتشيع اذا هات أتيت رقم بالدليل. الحديث يلا والصفحه والجزء عشان نطلع له الناس على الجمهور في الشاشه. راح ابحث. عندي كتاب للتيجاني وراح ابحث. راح اطلع الحديث وراح اجيب يدك. يلا انت تجيبليش كتاب التيجاني، انا عايز من صحيح مسلم نفسه، انا عندي الكتاب. انا راح اقطع الاتصال وراح اتيك بعد قليل وساتيك بالمصدر. طيب. وانا واثق من نفسي ان طيب. هذا الكلام موجود. طيب. يلا على خير. ان شاء الله كسبنا النهارده مهتدي جديد تارك للتشيع، شكرا ليك. كسبنا مهتدي جديد تارك للتشيع اخواننا الاحبه، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شلونك استاذ اشرف؟ حياك الله مرتضى ستار، اتفضل. للاسف خسرنا شيعي النهارده. استغفر الله. الله مرتضى انك عسل. خسرنا شيعي. خسرتكم الشيعي. لا حول ولا قوة الا بالله. استاذ اشرف عن جد عندي فضول اعرف ليش تستقبل اتصالات العوام امثال هذول يعني. والله انا ما اعرفش انه مع عمي، احترامي والله. لهم طبعا. انا والله ما اعرف انه عمي، بس هو دخله جامده فيا قوي وانا متاكد ويقسم بالله الله المستعان. خسرنا شيعي. الله يعوضنا الله يعوضنا ان شاء الله. تسلم يا مرتضى. تفضل يا مرتضى، لسه مداخلتك. استاذ اشرف كان سؤالك لماذا تلعن امه بذنب جماعه معينه، صح؟ نعم. وقولي يا لثرات الحسين وهذه الامور يعني. نعم طبعا استاذ اشرف. شوف احنا
نضع قاعدة كما وضعها القرآن، وهي أنه لعن الله أمة سمعت بقتل الحسين فرضيت به. أنت الآن تقول أنا ما راضي بقتل الحسين، فخلاص أنت خرجت من هذه القاعدة، ما تشملك اللعنة. فهمت قصدك يا مرتضى. واضح؟ كما في قول الله سبحانه وتعالى عن ناقة صالح عقروها وهو العاقر واحد، فدمدم عليهم ربهم فسواها. عقروها بماذا؟ برضاهم بفعل قدار بن سالف. وضحت الفكرة؟ وضحت يا مرتضى. شكرا لك. حياك الله. شكرا لك استاذ اشرف. شكرا يا مرتضى. حياكم الله. سلام يا مرتضى. لا ضحكني مرتضى ستار. انت مرتضى ستار على فكره شيعي 12. يقول لك خسرنا شيعي النهارده. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك شيخ أشرف؟ الحمد لله. مين معايا؟ معك حاتم من السعودية. حياك الله اخونا حاتم. اتفضل. أنا عندي تعقيب، بس قبل أنا عندي سؤال أبغاك تجاوبني عليه أنت الآن، وفي نفس الوقت أي شيعي يسمع يجاوبني في نفسه. ان شاء الله. حاضر. هل اللي حصل للحسين رضي الله عنه شيء سيء وشر أو أم خير؟ والله عند الشيعة تحتار اخونا حاتم. احنا بالنسبه لنا كاهل السنه والجماعه مصيبه طبعا، مصيبه مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه. تمام. اما عند الشيعة تختلف الامر. ليه بقى؟ لو قال لك شر يبقى اذا هذا الشر اراده الله بالحسين واذل به الدين، فيقول لك لا اصل في مقتل الحسين اللي هو الشر خير، فتجد التناقض، مقتله اصبح خير لانه في عزه للاسلام. هي دي الاشكاليه يعني. الآن في آية في الكتاب الكريم في سورة الأعراف آية 188. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. طبعا المتكلم إليه الآن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور أنه يقول لكفار قريش عندما سألوا عن الساعة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم. طبعا هم كلمة ما شاء الله هذه يخلونها أنه لا ينفع الناس وينفع وهو ميت صلى الله عليه وسلم ينفع البشر لأنه ما شاء الله هذه بإذن الله هذه زي المنشفة للشرك. فاهم. بس ما يهم. نعم. اللي بعدها ولو كنت أعلم الغيب. أولا كلمة ولو كنت أعلم الغيب نفي عن الغيب المطلق أصلا. أيوة حرف امتناع. ولكن خلنا نتبع القول. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذيرا وبشيرا لقوم يؤمنون. الآن الرسول الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هل الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أن يكذب على الناس؟ طيب. إذا قالوا لا 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 هو موسو إذا ما هو السوء في هذه الآية؟ صحيح. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إذا كان أصحابه قلبوا عليه وقتلوا وجو يزيد وقتل الحسين، وعلي بن أبي طالب واحد من أصحابه تركه ليقتل ابنه، إذا ما هو السوء المقصود في هذه الآية؟ هذا واحد. نعم صحيح. ثانيا غير كلمة السوء، إذا كان خير، فإذا كان خير لماذا تلطمون أنفسكم وتبكون وتقولون أنه الله مظلومين؟ فإذا كانوا هم مظلومين فالظلم سوء، فإذا كانوا غير مظلومين فإذا هو خير واتركوا التشيع. صحيح. وإذا كان سوء مظلومين فهم لا يعلمون الغيب. نعم وأيضا صحيح. هنا اتركوا التشيع. صحيح يا أو طيب. قولوا أن الآية محرفة وأن القرآن محرف وإذا تكفرون بالله. جزاك الله خيرا. هذا تعليقي على الموضوع. شكرا يا طيب لمداخلتك. شكرا لك. طيب الأحبة الكرام بارك الله فيكم، احنا داخلين على 1000 واحد في البث المباشر. أتمنى بس عمل اشتراك في القناة، عمل إعجاب بالمقطع، مشاركة البث المباشر، وبنرحب بضيوفنا الجداد الموجودين معانا على السمع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مين معايا؟ اتفضل. السلام ورحمة الله. بس الإرشاد للمفيد على من ينقل، من هي الكتب ينقل؟ ليش؟ عشان نوجع دماغ.
انا قلت ما تخشش معايا في البث المباشر مرة تانية، وما تخشش في البث المباشر مرة تانية. تمام. بعتذر منكم يا احب. ده اسد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ أشرف، كيفك؟ الحمد لله كيف تمام. حالك؟ اتفضل. الحمد لله بخير. يعني بس نقطة، بس هو أسد لهالدرجة ما عنده كرامة ويتصل كل شوي؟ اسأله والله يا يعني طيب. أنا مش يعني خلص أنت تسكر بوشك، بدناش إياك، بدناش داخل، لأنك كاذب ولسه بيتصل. يعني أنا مش عارف يعني تعقيب بس أستاذ أشرف، ممكن معي؟ اتفضل. ممكن واحد شيعي يقول لك نعم هم الشيعة قاتلوا الحسين وغادروا به، ولكنهم تابوا وندموا فغفر الله لهم. ليه بتكرر كل شوي؟ نعم. فنرد عليهم، نقول ماذا قال لهم زين العابدين بعد ما تابوا وبكاء وما شاء الله؟ قال في بحار الأنوار جيم 45 صفحة 113: هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى آباء من قبل، كلا ورب الراقصات فإن الجرح لم يندمل. نعم. فلهيك الشيعة لم يلطموا الآن، ما بيلطموا عشان تقرب إلى الله ويأخذوا أجر، لا، هم يلطموا لأنه لم يغفر لهم من الأئمة. نعم يا طيب. يعني سبحان الله. يعني يقول لا هم عارف يعني. فممكن واحد شيعي يقول لا هم ندموا خلص، تاب، توبة هذه. نقول لهم ويقول الندم توبة. نقول له إذن بما أن الندم توبة، إذن أنتم تقولون أبو بكر وهو يحتضر ندم على دخول على بيت فاطمة وضرب وإحراقها، إذن هذا توبة له حسب كلامك. أحسنت يا طيب. أحسنت. أنا وجزاك الله خيرا يعني، ونسأل الله أن يهديك. حفظك الله يا طيب. مع السلامة. مع السلامة. الأحبة الكرام، إعجاب بالبث يعني احنا 930 والإعجابات 514، فعايزين ال 930 إعجاب قدام 930. الإخوة الكرام يشتركوا معنا في القناة واشتراك في حلقاتنا اليومية دردش مباشر. فحي الله كل من التحق بنا من كل مكان. حاضر، أنا معايا رقم اللي اتصل من البحرين، ما تقلقوش إخواننا الأحبة. بس انتوا هتتوقعوا انه يتصل تاني؟ تتوقعوا لو انا اتصلت هيرد عليا؟ الله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي أشرف؟ الحمد لله بخير. تفضل. زاد الله فضلك. كان ودي كنت أريد بس أن تسأل هذا مرتضى، من أهل السنة رضي بقتل الحسين؟ هو أجابها إجابة مختصرة. أهل السنة ما هو أجابها قال لك إيه؟ نعم. نحن نقصد بهؤلاء الذين يفرحون بمقتل الحسين، والحمد لله ليس هناك سني يرضى بمقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه. من السنة لا يلعن قتلة الحسين وقتلة علي. أحسن. من السنة من يرضى بقتل علي رضي الله عنه وأرضاه والحسين. نعم. والله ثم الله ثم الله إننا نحب الحسين أكثر مما يحبونه. أحسن. والله ثم الله ثم الله ثم الله إننا نزعل ومنقهرين على قتل الحسين أكثر منهم. نحن نحب الحسين كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ولا نغلو به. نحن لا نغلو بالحسين إلا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. نحن لا نجعل من الحسين إلها، نحن لا نجعل من الحسين معبودا، لكن نحب الحسين كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. نحن لا نجعل الحسين يعني من ذريعة نتزرع بها، حتى والله إنه لعن الله أمة رضيت بقتل الحسين. يا أخي أنتم اللي رضيتوا بقتل الحسين، أما نحن لا نرضى بقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. يا ريت كان تسأل السؤال هذا. تمام يا طيب، جزاك الله كل خير يا طيب. شكرا ليك يا أبو خالد. حياك الله. طيب الأحبة الكرام، بارك الله فيكم. هو مقصود بس هدف اليوم ان احنا نوصل الرسالة للشيعة الاثنى عشرية في من قتل الحسين، وموقف اهل السنة لسه هنقوله، يعني موقف علماء اهل السنة من قتلة الحسين ده هنقوله ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. اتفضل. شلونك يا استاذ اشرف؟ شلونك؟ صح؟ الحمد لله. من معايا؟
مرتضى السعدي من مرتضى الساعدي من العراق. مرتضى السعدي من العراق. اتفضل يا مرتضى. اي استاذ اشرف، بالنسبه لموضوع اليوم، يعني بالنسبه احنا نقول انه يزيد ليس له يد في قتل الامام الحسين. طيب يعني ما سمعنا لا في كتبكم ولا يعني في كتبنا انه حاسب او عاقب الذين قتلوا او يعني سمعت حلقه امبارح يا مرتضى؟ زياد سمعت حلقه امبارح؟ يعني حاسبهم يا مرتضى سمعت حلقه امبارح؟ نعم استاذ. سمعت الحلقه بتاعت امبارح؟ سمعت حلقه نعم. امس في دردش مباشر؟ لا البارح لا استاذ، كنت مشغول. طيب هو لما سالني واحد لماذا لا تحب يزيد؟ واحد بيقول لي يعني. لماذا لا تحب يزيد؟ قلت له لانه لم يقتص من قتله الحسين. نعم. تمام؟ فنحن اهل نعم. السنه موقفنا واضح من يزيد، لا نحبه ولا نسبه. تمام؟ ونقول اذا كان له يد، اسمعني الله يفتح عليك، اذا كان له يد في مقتل الحسين فيشمله اللعن. نعم استاذ. واذا لم يكن له يد فحسابه عند الله في ترك من قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه. فعقيدتنا اهل السنه في يزيد هي نفس عقيدتنا في الحجاج بن يوسف الثقفي استاذ اشرف الذي قتل نعم. عبد الله بن عمر وصلبه على ابواب مكه، فكذلك نقول لا نحبه ولا نسبه. نعم. تفضل يا طيب. تفضل. استاذ اشرف، انا قصدي يعني انه اذا كان هو الخليفه يعني والامير، اذا كان هو الخليفه لماذا لم يقتص؟ قصدي يعني اذا هو ولماذا لم يقتص عليه من قتل عثمان؟ اسمعنا، اهل السنه لا تكيل بمكاييل يا استاذ مرتضى. استاذ مرتضى، اهل السنه لا تكيل بمكاييل. هل وجدت اهل السنه يطعنون في علي لانه نعم. لم يقتص من قتله عثمان؟ هل وجدت اهل السنه ينتقصون من علي لانه لم يقتص من قتله عثمان؟ استاذ اشرف، احنا كروايات اجبني بس، علي بن ابي طالب ما كان اجبني. هل اهل السنه الذين وجدتهم الذين قتلوا عثمان؟ اسمعني لو كان يعني يا استاذ ركز معايا، هل اهل السنه وجدتهم، اتكلم عن اهل السنه علينا مش عليك اهو، ينتقصون من علي لانه لم يقتص من قتله عثمان؟ هل وجدتنا نفعل ذلك؟ نعم استاذ اشرف. نعم. إيه؟ محاوراتي مع اخواننا يعني هو عن السنه يعني فعلا انه كان علي بن ابي طالب انه الخلاف اللي كان مع معاويه انه لم يقتص او لم يسلم قتله. مش فاهمنا، مش عن خلاف، انا بتكلم عن عقيده اهل السنه في علي. اسمعني الله يستر عليك يا مرتضى، يعني. انا لا اتحدث عن خلافات معاويه رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، انا اتحدث، اسمعني بس. هل وجدت نعم. معتقد اهل السنه ودين اهل السنه وكتب اهل السنه تنتقص من علي بشيء رغم انه لم يقتص من قتله عثمان؟ هل وجدت هذا عندنا؟ استاذ لم اقرا الكتب، لكن شكرا لك يا مرتضى. شكرا لك يا مرتضى. هنا بقى التلوي يا مرتضى، ده انت من غير قراءه الكتب يا استاذ مرتضى يا محترم، لما بيجي يطلع خطيب على المسجد كده والمنبر ويعمل خطبه عن علي بن ابي طالب، طارق السويدان عامل موسوعه 16 حلقه عن علي بن ابي طالب وهو من اهل السنه، تمام؟ كتب مؤلفه في الصحابه ومنهم باب فضائل علي بن ابي طالب. تقول لي اصل انا لم اقرا الكتب؟ ده انت من غير ما تقرا الكتب، ده انت لو عديت من جنب جامع كده سني يتحدث عن خطبه يذكر فيها علي بن ابي طالب، من الذي نقل فضائل علي في فتح خيبر وفي قتل عمرو بن ود وفي اسلامه وفي نومه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وفي مصاهرته بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت بتلعب بعقول مين يا مرتضى؟ الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ أشرف، كيف حالك؟ الحمد لله يا طيب. شيخ أشرف، أنت لما تقول الشيعة هم في قتل الإمام الحسين، هم شيعة في الكوفة أصناف صنف، أنت تعتقد بأن الشيعة كلهم حضرتك شيعة؟ عرفنا بنفسك الأول أستاذنا. حضرتك عرفنا بنفسك فضلا. نعم، أنا شيعي، اسمي سلام من العراق. منين يا أستاذ سلام؟ من العراق؟ من العراق. طيب أستاذنا سلام اتفضل. يعني أنت عايز تقول إن الكوفة فيها شيعة صح؟ شيعة عقائديا وشيعة سياسيا صح؟ أنت تعتقد بأن كل من بايع علي شيعي، صح أم خطأ؟ هو مفهوم البيعة إيه أصلا أستاذنا الفاضل حتى لا يكون شيعي؟ شيعي المناصرة؟ أستاذ الشيعة. أيوة أستاذ أيوة. فهمني شوي.
افهمك. الشيعة معناهم أنصار الشخص، أليس كذلك؟ صحيح. إذن كل من بايع علي وحارب معه شيعي، أليس كذلك؟ نعم. لا، احنا عندنا الشيعة الذي يعتقد بأن علي هو الإمام الأول، ايوه، والذي يتبرأ من أعداء الإمام علي، اللي هو ابو بكر وعمر يعتقد وعثمان. بأن واجب أعداء أبو بكر وعثمان وعمر ليسوا أعداء علي، إنما هم اجتهدوا في أخذ الخلافة من علي وأمرهم إلى الله. أما مشكلتنا أنا حسب نفسي وكثير يعني من الشيعة ينظرون بأن الخلاف بين السنة والشيعة صار بين علي ومعاوية. طب أستاذنا الفاضل، يعني الذين دعوا الحسين أساسا وأرسلوا لها المراسيل كانوا شيعة عقائديا أم شيعة مناصرين؟ شيعة مناصرين وليس عقائديا. ممتاز. من الشيعة العقائديين الذين ناصروا الحسين يوم مقتله في الطف؟ يوم مقتله أتحداك أن تأتي باسم أحد الشيعة الذين كانوا مع الإمام علي، يعني خالصين له الطاعة. ده أنا اللي بسأل، مش أنت اللي بتتحداني. اسمعني بس، الله يصلح حالك يا أستاذ سلام. أنا اللي بسأل. كم شيعي عقائديا تمام ناصر الحسين يوم الطف؟ ولا أحد. هؤلاء ممتاز. رك بس كده، ولا أحد. طيب أين الشيعة؟ اسمعني بس الله يصلح حالك. اسمعني بس الله يصلح حالك. اسمعني بس أوضح نقطة. أين الشيعة اسمعني بس يا أستاذ، يا أستاذ اسمعني. أين الشيعة الذين رباهم علي في عهده؟ هسه أنا راح أسولف لك. سولف. الشيعة في وقت عندما استلم معاوية الخلافة بدأ إلى أن هربوا إلى خراسان وبعضهم في مناطق أخرى. المهم الذين في الكوفة الذين بقوا هم يعني يدعون أنهم تحت أمرة معاوية، الشيعة الذين يبغضون معاوية. أستاذنا الفاضل، أنت سمعت سؤالي؟ أين الشيعة الذين رباهم الحسين؟ الحسين لم يربي شيعة، الذين رباه هم اختار لهم بعضهم معاوية وبعضهم من المناطق ركز في سؤالي. يعني تحت أمرة معاوية، يعني ولا شيعي تعلم من الحسين عقائديا شيء في زمن الحسين؟ شيعة الكوفة هؤلاء الشيعة الذين موجودين في الكوفة الذين هم يقولون نحن شيعتك فتعال إلينا، يقولون للإمام الحسين معناه نحن ننصرك. ركز معايا في سؤالي يا أستاذ، أنا عارف القصة. ركز معايا أنا عارف القصة. أستاذنا الفاضل الشيعي سلام، الآن الحسين كان يعلم الناس العقائد ولا لأ؟ اللي هم شيعته. الحسين لم يكن في الكوفة علشان يعلمهم. ما كانش بيعلم حد في المدينة يعني؟ لم يكن في الكوفة. من أين لكم النقل على الحسين إذن؟ يبقى كل الروايات المنقولة عنه كذب وزور بقى كده مؤلفة عليه، إذا كان لم يعلم أحد في المدينة ولم يعلم أحد في مكة، فحضرتك منين بتقولوا إن الحسين له علم وله؟ أستاذنا الفاضل، أنت دمرت الحسين، دمرت الحسين عقائديا. مفيش ولا واحد ولا 10 أفراد فهمت كلامي؟ علمهم الحسين رضي الله عنه وارضاه العقائد، ناصروا الحسين؟ ده سؤالي. استاذ اشرف نعم. كانت تابعة لمن بعد الامام الحسين؟ ايش؟ استاذ الكوفة تحت قيادة من؟ في احنا مالنا بالقيادة، مش الامام مش الامام بدون القيادة هو امام يا استاذ، مش الامام بدون القياده هو امام يا استاذنا. ركز الله يصلح حالك. انت مش عارف شيء ازاي. ركز معاي. انا مركز والله، انت مش مركز. ركز معاي. افهم بس الله يصلح حالك عشان انا افهم والناس تفهم. الان يا استاذ الفاضل، الامام سواء حكم ام لم يحكم عندك هو امام، صح؟ صح. يعلم الناس امور الدين، صح؟ صح. وله اتباع عقائديا، صح؟ صح. من الشيعة الحسين عقائديا الذين علمهم وحاربوا معه في الكوفة أو وقفوا بجواره في الكوفة؟
بالكوفة لا يوجد من الذين أنت الآن تقول فيهم. أين هم بقى شيعة الحسين الذين رباهم عقائديا في ذلك الوقت؟ الذين رباهم عقائديا هو الإمام علي، والذين مع الحسين يمشون معه دائما وينصرونه دائما هم الذين رباهم عقائديا. ممتاز. مين هم بقى؟ يعني أين هم من موقعة الطف هؤلاء اللي كانوا ماشيين معاه؟ هؤلاء الذين قاتلوا معه ثم قتلوا. قول لي اسمين بس منهم قاتلوا مع الحسين في الطف من شيعته. حبيب بن مظاهر وكثير كثير كثير. طب ما تعد لي كثير كده، عد لي 72 رجل انا شاهد لك يا اخي. عد لي. طب عد لي 72 رجل دول من شيعة علي عقائديا، عدهم لي. عد لي 5 منهم بس. كثير منهم هربوا. خمسة بس. يعني يوم الطف هرب منهم 5. طيب 5. 5. والله يا استاذ ما حافظهم. طب شكرا ليك والاتصال. اهلا وسهلا. حياك الله. شكرا لك. اقول له ايه تاني يا اخواننا الاحباء؟ رد اقول له ايه؟ الله المستعان. معانا اتصال. السلام عليكم. هتصل لكم حاضر بحسين ما تقلقوش يا اخواننا على التكست. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الإخوة الكرام حياك الله وحيا مستمعينك. الله يعزك يا طيب. معاك أحمد المهدي من العراق. أنا أحييك على البرنامج القيم من ربي. أستاذ أشرف راح أعطيك أنا مختصر كلمات يعني بسيطة. أحمد هذا اللف والدوران. صبرا بس نعرف الناس بيك يا أحمد. أنا أحمد أبو يوسف من العراق المهتدي. أحمد شيعي مهتدي. صار 4 سنوات الحمد لله. من العراق كان شيعيا واهتدى الحمد لله. تفضل يا أستاذ أحمد. أستاذ أشرف كل الشيعة هسه الاعتقاد المعتقد الشيعي ما أربوه بالكتب وما تسطر عليهم من قبل المعممين، يتوقعون بأن جماعة السنة هم اللي قتلوا الحسين وهم اللي بغضوا الإمام علي وهم اللي أخذوا الخلافة وهم يعني هذا ما رو. أنطيك هسه دليل أكو أسماء على الإمام علي عند أبو بكر وعمر وعثمان مسميهم ولده مسميهم على أسماء الخلفاء. شوف الفرق اللي سووه بالدين اللي دلسوا به هؤلاء المعممين وخدعوا هاي الناس البسطاء اللي قاعد دافع. وأنا اسمع الكهرباء انقطعت ويعني قوة شغلت مولد حتى اسمع المناظمات ويلفون ويدورون يعرفون هم من قتل الحسين. تعطيه من الكتب مالته ويقول لك هذا الحكي مو صحيح مو من عندي. فهاي المصيبه استاذ اشرف اللي بنبلوا بيها الشيعه اللي شويه ما اعرف قد يدافعون عن المراجع وعن هالكتب هاي اللي بيها زور وتدليس. صحيح. وانا اعتذر على الاطاله. بالعكس يا اخونا الحبيب ربنا يعزك. والله يعني هذا يعني يعرفون ويحرفون. يعني هسه يتوقع بين السنه اللي قتلوا الحسين هم سنة محمد عليه الصلاة والسلام واحنا قاعد نتبع ناس هاي الكتب اللي بها تدليس وتقرا الطعن باهل البيت باهل اصحاب الرسول وربيت الرسول. هذا كله من الكتب الشيعيه. صحيح. بزمن الدول هي من اجت صار التشيع بزمن الدول الوهيه وانقضى عليه بزمن الدوله العثمانيه ورجع بدوله الفارس. يعني هذا التسلسل بدا من الدول الوهيه ولحد يومنا هذا. احسنت. وانقضى عليه العثمانيين قضوا على هذا الدين بس رجع بزمن دوله فارس اللي كانت ايران. حتى ايران كانت بالاصل هي سنيه بس تعرف التقسيم بعد ما صار التداول بالتاريخ. نعم اشكرك استاذ اشرف واسف على طاله. لا بالعكس اخونا احمد جزاك الله كل خير بارك الله فيك. وهذا الشيء حيا الله وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل من معايا. معك ابو عزام من السويد يا شيخ ابو اشرف. حياك الله اخونا ابو عزام من السويد. تفضل يا طيب. أسعد الله مساك بكل خير وبارك فيك. أكرمك الله وبارك فيك. شيخ أشرف أريد أرد على الأسد الهزبر هذا الضرغام اللي اسمه حسين من البحرين. نحن لسه كان تفضل أخونا الحبيب. أنا عارف إنك حتى هتغسله بس أنا أريد الآن أذكر فيما يتعلق بموضوع التيجاني. هو ذكر أنه استل حديثه من كتاب التيجاني. التيجاني هو
التيجاني السماوي واحد تونسي زعم أنه تشيع بعد رحلة بحث وكذا، وهو معروف في أوساط طلبة العلم. نعم، المهتمين بالشأن الشيعي يعني. نعم. هو رجل ثبت تهافت آرائه، وذلك في مناظرات المستقلة الأولى التي عقدت قبل في سنة 2000. صحيح. الرجل سبحان الله اشتهر بالكذب، وقد ألف الشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى وتولاه كشف الجاني محمد التيجاني. أيوة. اسمه الكتاب كشف الجاني محمد التيجاني في كتبه الأربعة، ثم اهتديت ويكون مع الصادقين والشيعة هم أهل السنة وكل الحلول عند أهل الرسل. بين في هذا الكتاب الشيخ عثمان الخميس حفظه الله كذب هذا الرجل فقط، لم يرد عليه ردا كاملا، إنما بين المواطن التي كذب فيها. كان من دأب هذا الرجل أنه يأتي إلى مجموعة من الأحاديث ويلقيها هكذا، يسكبها على الصفحة، ثم يقول البخاري، انظر البخاري صفحة كذا وكذا، وهو يوهم القارئ أن هذه الأحاديث جميعا في صحيح البخاري. صحيح. فيكون أتى بقطعة من حديث في صحيح البخاري وينسج معه كما يفعل الشيطان. صحيح. فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجني يلقي إلى الإنسي من أوليائه بالكذبة فيخلط معها 50 كذبة. صحيح يا طيب. أن أنوه إلى ذلك، فهذا دأب الشيعة أنهم يلتفتون إلى مثل هذه الكتب ويقول لك هذا في صحيح البخاري وهو لا يعلم، أو في صحيح مسلم هو قال، وهو لا يعلم أن هذا في صحيح مسلم أم لا. صح. أعذرني من الإطالة يا شيخ أشرف، وجزاك الله خيرا. والحقيقة اليوم أنا ضحكت من قلبي على الأخ هذا، هداه الله، نسأل الله أن يهديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحبة الكرام، معنا تتوالى الاتصالات. السلام عليكم. يا ريت الإخوة الكرام تعمل إعجاب بالبث، اشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معك أخوك أبو مصطفى فهد من أهل الناصرية. أبو مصطفى من الناصرية. أهلا وسهلا فيك. والله نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا طيب. نحبك في الله، والمتابعين لك من الشيعة والسنة كثير. الله يحفظك ويهدينا ويهديهم للحق، ويحفظ الجميع إن شاء الله، ويحفظك إن شاء الله. وحبينا نسلم عليك ونقول لك إن شاء الله الله ينصر، الله يعزك ووفقك، والله ينصر العالم إن شاء الله ويهدي الشيعة. اللهم آمين. وهذا موضوعك، موضوع يعني قاسم لظهورهم. نسأل الله أن يهديهم وأن يعرفوا الحق. آمين آمين. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا يا طيب. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أخي أشرف. أنا أبو علي. أخي أشرف والله سبقني أحمد. تفضل يا طيب. بصراحة أبو علي برضو شيعي مهتدي. نعم. أنا أعلم ذلك. نعم بارك الله فيك. تفضل أخي أشرف. أنا بعطيك الأسماء اللي كانوا في الصف سيدنا حسين. تفضل. أنا بعطيك الأسماء. تفضل. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحسين ومرتضى، في كثير من الأسماء. نعم. عرفت شلون؟ صحيح. ولكن هو سبحان الله ما يريد يلفظ حتى بالأسماء. نعم. والله أخي أشرف نعلم علم اليقين بأنه شيعة سيدنا علي قتلوا سيدنا حسين. نعلم علم اليقين. وأنا دزت لك فيديو، مقطع من الفيديو، عالم شيعي يقول لا نكون مثل أهل الكوفة دعوا إمامهم، اسمع، دعوا إمامهم وقتلوه. صحيح يا أخونا الحبيب. نعم يا طيب. صدق. شكرا. بارك الله فيك أبو علي. حياك الله يا طيب، في حفظ الله. طيب الأحبة الكرام، بارك الله فيكم. الأحبة اللي على التكست، يا ريت الإخوة الكرام تعمل إعجاب بالبث، اشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات حتى يصل لهم كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. وعندنا يوميا البث المباشر في القناة في برنامج دردش مباشر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أشرف غريب؟ بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. تفضل من معايا.
أطال الله عمرك. معك السعداوي من المغرب، جزاك الله خيرا على هذا البرنامج. تفضل يا طيب. بارك الله فيك. نرجو منك أن تركز على هذا البرنامج، خصوصا قضية مقتل الحسين، لأن الكثير من الشيعة لا يعلمون أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين. نعم. يظنون أن بن أمية أو ابن معاوية رضي الله عنه هو الذي قتل الحسين. نعم. نرجو منك أن تركز على هذه النقطة، لعل الكثير منهم يهتدون بعد أن يعلموا أن القاتلين للحسين هم الشيعة. نعم. وبارك الله فيك وأطال عمرك أخي أشرف. جزاك الله خيرا. بارك شكرا الله. لك يا طيب. جزاك الله خير. شكرا يا طيب. حكمنا الحبيب من المغرب. السلام عليكم. معنا اتصال من العراق. السلام عليكم. اتفضل حياك الله. مين معايا؟ اتفضل. طيب فصل الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. مين معايا؟ معك احمد. استاذ اشرف، كيف حالك؟ الحمد لله. احمد شيعي ولا سني؟ سني الحمد لله. اتفضل يا احمد. استاذ اشرف، يعني لو تسمح لي، يعني من بعد اذنك عندي مداخله صغيره اذا تسمح لي. اتفضل. بالنسبه لبعض اعتقد المتصل قال انه هم يقولون لعن الله امه رضيت بمقتل الحسين والى اخره. هذا يعني بجانب يعني يمسون السنه، على قولة المثل الشعبي اذا تسمح لي يعني احاكيك يا بنتي واسمع شيخنتي. فهل انا عندي السؤال، يعني هل السنه يقولون لعن الله امه رضيت بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ لا ابد لا نقول هذا الشيء. احسنت. لماذا؟ لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم. فنحن أهل السنة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة أخرى ولو على السريع إذا تسمح لي، ما راح أطول. تفضل. يعني بالنسبة للشيعة هم يلطمون على الحسين ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب. الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه أوصى أخته زينب رضي الله عنه وارضاها وقال لها يا أختاه أقسم عليك فأبري قسمي، لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور إن أنا هلكت. نعم. ثم هذه الوصية أكملها وقد قال محمد جدنا، يعني هو أكمل الوصية. نعم. كما قال جدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا دعوة الجاهلية. هذا هو هدي الحسين من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا التناقض عند الشيعة، كيف تلطمون وتشقون الجيوب والحسين يوصي أخته بعدم اللطم وشق الجيوب؟ فالمقصود انه لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيعه. احنا هنفتح حلقه باذن الله يا طيب عن موضوع اللطم والتطبيق لسه، ويا ريت تشارك معنا فيها. جزاك الله كل خير اخونا الحبيب من العراق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ اشرف. حياك الله. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. طبعا انا باخد الاتصالات عشان الاخوه ما تزعلش ان انا اقفلش البث المباشر بدري. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله. اتفضل. معايا؟ معك المهدي دوفان من ليبيا. مين؟ مهدي دوفان ليبيا. مهدي دوفان من ليبيا. حياك الله استاذ مهدي. اتفضل. من ليبيا. اتفضل يا طيب. والله انا نبي نرد على اللي بكر يتصل ويقول ايش عملتوا انتم اهل السنه مقابل سيدنا الحسين عليه السلام. نعم. ونقول له من نفس الاتجاه ان هم يؤمنون انه هو يعلم الغيب ويعرف المستقبل، فقلنا احنا انه يعرف كل شيء فيذهب بنفسه وينتصر ثم نلتحق به. هكا قال انه هذا كلام معقول يعقل يقولوه هذا. صحيح يا طيب. وداويها بالتي كانت هي الداو. طالما هم يعتقدوا انه هو يعلم الغيب مش لازم ننصروا احنا. صحيح. الصوت راح بس يا طيب. النت ضعيف. فصل الاتصال. بسم الله.
لهم اللهم دعونا لنصرتنا وخذلونا. نعم. اللهم لا ترضي عنهم حاكما ولا واليا. يعني الإمام الحسين يقول بأن الشيعة هم الذين خذلوه وهم الذين قتلوه. صحيح. والإمام زين العابدين رضي الله عنه ماذا قال؟ ذهب ذات مرة في العراق فرأى الناس يبكون ويتبكون، قال على من يبكون؟ قالوا يبكون على الحسين، فقال تعجبا: فمن الذي قتلنا؟ دعونا لينصرونا فمن الذي قتلنا. صحيح يا طيب. شكرا ليك اخونا الحبيب المتصل من الجزائر اعتقد. انا عايز اتصل لكم على اسمه ايه ده، الشيعي حسين. نتصل على حسين الان. اتصال على حسين بعد مرور ساعة تقريبا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا السلام عليكم. ازيك يا حسين؟ جبت الحديث من صحيح مسلم؟ الحمد لله جبته، لكن قبل لا أتكلم. لا مش قبل ما تتكلم. يلا اتفضل كده نطلع صحيح مسلم قدام الجمهور كده على الشاشة. لا قبل لا أتكلم. اتفضل. ايوه اتفضل، يعني عشان نرد الحديث وتشيع انا او انت تترك التشيع. لا دقيقة. أنت تنكر هذا الحديث لولا؟ أنت بتقول في صحيح مسلم وأنا أنكر إنه موجود في صحيح مسلم، وأقسمت بالله إنه هو غير موجود في صحيح مسلم، وأنت أقسمت إنه موجود في صحيح مسلم. أنت تنكر هذا الحديث لو موجود. رد عليا عشان أنا ما عنديش وقت أضيعه. جبت الحديث من صحيح مسلم؟ لا موجود هذا الحديث في صحيح مسلم؟ صح لولا؟ موجود في صحيح مسلم؟ لا هو موجود. أنا الحين أسجد لولا؟ أنا بسألك سؤال، أنت أقسمت على ماذا؟ أنت أقسمت أنا أن هذا الحديث غير موجود. أنا الحين تتحديتني. أنا بقول لك أطلع لك الحديث. يعني أنت ما أقسمتش أن الحديث موجود في صحيح مسلم؟ وأنت ما أقسمت أن الحديث غير موجود. أنا قلت أقسمت أن هذا الحديث غير موجود في صحيح مسلم، وإذا أخرجت الحديث من صحيح مسلم سأتشيع. أنت قلت وأنا أقسم بالله أن الحديث في صحيح مسلم، وإذا لم أخرجه لك من صحيح مسلم وقرأت هذا عند التيجاني سأترك التشيع. كلامنا على صحيح مسلم. الآن هل ستترك التشيع؟ أنا حصلت مصادر مختلفة من كتب. أنا بتكلم عن صحيح مسلم أهو. أنا بتكلم عن صحيح مسلم. حديث أنت صحيح. أقسمت على ماذا؟ على صحيح مسلم. لا أنت أقسمت على صحيح مسلم. أنت أنكرت الحديث لولا. أنت أنكرت الحديث لولا. أنت مش حد عيال. أنت أقسمت على صحيح مسلم صح ولا مش صح؟ لا الحين أنت أنكرت الحديث لولا. أنت سيبك مني أنا. أنت أقسمت على صحيح مسلم صح أم لا؟ نعم أقسمت لأنه موجود الحديث. في صحيح مسلم؟ نعم موجود في صحيح مسلم؟ لا موجود صحيح، موجود بسند صحيح في كتب أنا أخرى. بتكلم في صحيح مسلم الآن، يعني ركز في كلامي يا رجل. الآن ستترك نعم. التشيع أم لا لأنك لم تخرج الحديث من صحيح مسلم؟ لا مو موجود في صحيح مسلم، موجود في كتب أخرى. هتترك التشيع أم لا لأنك لن تجد الحديث في صحيح مسلم؟ لا أنا الحين أسألك الحديث صحيح ولا الحديث صحيح ولا موضوع الحديث عمر حدد بحق دار فاطمة حديث صحيح ولا؟ مش موضوعي صحة الحديث من ضعف. موضوعي الآن هل الحديث شيخ أنت تترك التشيع الآن أم لا؟ سؤال واضح. بص عشان أنا ما عنديش وقت. هل ستترك التشيع أم لا؟ شيخ ستترك التشيع أم لا؟ أنا كلامي واضح. ستترك التشيع أم لا؟ لا سؤال تنكر الحديث لولا؟ أنا شوف كلامي واضح. لماذا أقسمت بالله بأن هذا الحديث موجود في صحيح مسلم؟ ستترك التشيع أم لا؟ وأنت أنت حسب كلامك مش حسب كلامي. الكلام مسجل. كلام مسجل ما بيختفيش من القناة. الكلام موجود على القناة يسمعه كل الناس. مو مشكلة لكن أنا بسألك سؤال، هل ستترك التشيع أم لا؟ لا مستحيل أترك ولاية علي وأتبع ولاية من؟ شكرا ليك. يقسم بالله كذبا. أنا بس بعلمكم يا إخواننا الأحبة. يقسمون بالله كذبا عادي. اليمين بالله أسهل حاجة عند الشيعي الاثنى عشر إنه يقسم به. يقسم باليمين كذبا ويقول أقسم بالله العظيم. شوف قسم إزاي، وأنه قسم لو تعلمون عظيم. لكن هو سبحان الله كانت عنده ثقة في نفسه. مش موضوعي أصلا الحديث على فكرة. أنا ردد على الحديث ده لكل واحد يسمع. موجود عندي رد في القناة. هل حركة عمر الضرع كسر الضلع؟ موجود عندي رد على كل ادعاءات الشيعة في هذا الأمر. السلام عليكم. أهلا أستاذ أشرف. حياك الله. اتفضل من معايا. أنا أبو سلام من العراق. شيعي ولا سني أبو سلام؟ عندي مسلم سني.
اتفضل يا ابو سلام. أنا عندي آيتين موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله خبير إن الله عليم خبير. صحيح يا طيب. الآية 34 من سورة اللقمان. نعم. تسمعني الآية الثانية قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. صحيح. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الآية 188 سورة الأعراف. صحيح. أستاذ أشرف، هذه الآيتين يعني كافية لإنكار يعني لهدم يعني لهدم المعتقد الشيعي بالكامل. نعم يا طيب. صحيح يا طيب. ولكن هم يعني نتمنى أن يعني يراجعوا كتاب الله. صحيح. المذهب الشيعي ما له وجود اصلا. نعم. يعني اولا بالنسبه لي يعني اعذرني انه انا يعني التراث الاسلامي يعني مو كليته اقبل به، اكو اشياء ما نقبل بها. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. صحيح. من اين جاءوا بكربلاء؟ سيموت الحسين في كربلاء. هذه كلها اعتقد يعني ما لها علاقه. هوضح لك انا الامور يعني ان شاء الله في حلقات منفصله. اخونا الحبيب شاكر جدا واتصالك اخونا الحبيب من العراق سلام. اسال الله سبحانه وتعالى يبارك فيك. اعذروني بقى اخواننا الاحبه يعني ايه طولت عليكم النهارده قوي. ختمناها بدأناها بالبحريني وختمناها بالبحريني. ايها الشيعة، اشرف غريب ليس عدوا لكم بالمره. ما انا الا رجل ناقل لما هو مسطر في كتب الشيعة، الذي لا يستطيع العلماء ولا المعمم الحوزوي ولا الملا أن يعرضوا إليك في الحسينيات، لأنها لو عرض تلك الحقائق إليك في الحسينيات لانتهى دين الشيعة عن بكرة أبيه. وكان طرحت من أيام كيف تقولون بأن علي بن الحسين بايع يزيد ولا بد أن لا تذكر هذه الأمور. من الكتب أردت هذا، لا تذكر هذه الأمور لأنها تسبب الوهن والضعف داخل الشيعي الاثنى عشري، ولا بد أن يتم الكتمان على هذه الأمور. في أمور تم بفعل المراجع وبفعل الملالي كتمانها عنكم، لأنها لو ظهرت لعلمتم أن هذا المعتقد في بواطنه أمور كثيرة جدا 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 تخفى عنكم ويخفيها الملالي الكبار والمراجع لأنها تربي الوهن عندكم. في نهاية كلامي أقول رحم الله حسين ورحم الله أبو بكر ورحم الله عمر ورحم الله عثمان ورحم الله علي ورحم الله الحسن ورحم الله فاطمة، رحم الله الصحابة أجمعين ورحم الله أهل بيته الكرام الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وماتوا على ذلك. فنحن جميعا هؤلاء بالنسبة إلينا نحن كمسلمين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن الكريم وأمرنا باتباعهم. والاتباع عندنا اتباع السيرة الحسنة فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخالف القرآن والسنة. هذه هي التبعية وليس عبادة الأشخاص والغلو فيهم. ووضحت هذا في الحلقات السابقة. غدا إن شاء الله تعالى احنا كده انتهينا موضوع الحسين، هنفتح عقيدة اللطم والتطبير في الفكر الشيعي الاثنى عشري، وبقول عنوان الحلقة من اليوم: وهل اللطم والتطبير هذا متاح ومباح عن أئمة وأهل البيت أم إنه محرم في الفكر الشيعي الاثنى عشري؟ ولماذا المراجع أباحوا اللطم والتطبير على العوام؟ كل هذا انتظرونا فيه غدا إن شاء الله تعالى. يا ريت تعملوا اشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات، عمل إعجاب بالمقطع، وانتظرونا يوميا في برنامج دردش مباشر على قناة أخيكم أشرف غريب، فتح ملفات مخفية كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.